صباح الخير. صباح النور. ايه يا ابني اتأخرت ليه؟ حصل حاجة ولا ايه؟ حلمت بيها يا كريم. يا دي النيلة. مراد انت بقالك 5 سنين في الموال ده يا حبيبي. خلاص بقى انساها هتلاقي غيرها. انا عايزك بقى تنسى الكلام ده كده وتفوق لنفسك. بقول لك ايه، فكك ركز انت في البيزنس وشغل الاستحواذ بتاعك. طيب. طب انا هستأذن بس جايلك. رايح فين؟ حمام بس وجاي. طب يلا. شكرا. هاي انا نور. اكيد قريت البروفايل بتاع الابليكيشن. طيب انت شكلك مكسوف. خلاص انا هتكلم. انا نور، 28 سنة وبشتغل فريلانس وبعمل ديزاين للجولري والحاجات شبه كده. بس دايلي بقى الفترة اللي فاتت كانت حاجة اخر كحراتها يعني. غير كده انا تمام يعني صحتي زي البوم الحمد لله. طب قولي لي بقى يا نور، انا مكتوب عني ايه في الابليكيشن؟ ماشي. مكتوب عنك انك شخص من عيلة متوسطة واجتماعي ولطيف. أستاذ حسن حضرتك متأكد موضوع اجتماعي ولطيف ده؟ انا اسمي مراد حسن، شخص بسيط، لا عندي بيت ولا عربية ولا بحب المشاكل ولا وجع الدماغ. انما بالنسبة لشخص لطيف واجتماعي دي فده بيعتمد فقط على الناس اللي انا بتعامل معاهم. مفهوم. طيب أستاذ حسن انت ناوي على الجواز بجد ولا بتضيع وقت؟ قصدي يعني انت بتفكر في الجواز بشكل عملي، يعني وثيقة وكتب كتاب، لا فرح بقى ولا مهر ولا الشغل ده؟ انا بس عايز اعرف هو ايه اللي جاب سيرة الجواز دلوقتي؟ ممكن عشان ماما بتصين عليا مثلا. قصدي اقصد يعني ان انا شايفة ان انت عريس مناسب جدا. وهتفهم طبعا لو انت شايف ان ده استعجال او الوقت مش مناسب. ابعت لي بطاقتي دلوقتي حالا، انا هتجوز. طب يلا. اتأخرت كده ليه دي؟ الستات كده دايما مواعيدهم مضروبة. ايه يا ابني انت فين؟ رايح اتجوز. نعم. لا حول ولا قوة الا بالله. اسمع يا كريم، انا عارف انا بقول لك ايه، انا رايح اتجوز دلوقتي. مراد بس انا مش فاهم يا مراد، هو في ايه؟ نور يا حبيبة مامي، بقولك ايه، انا المرة دي جايبالك عريس، انما ايه بقى، لقطة مركز وعيلة كل حاجة تمام. عايزاكي تظبطي نفسك بقى معايا الفترة دي علشان خاطر ما يضيعش من ايدينا زي العرسان اللي فاتوا. بصي يا ماما، انا اتجوزت وجوزي جاي دلوقتي عشان تعرفي عليه. انت هتجننيني، انت لغيتي وجودي خلاص. جوز ايه ويتعرف على ايه واللي انت تفهميني دلوقتي الحكاية اصلها وفصلها ايه؟ اهدي بس يا ماما هفهمك كل حاجة. بصي هو بيشتغل في شركة وراجل محترم جدا واسمه مراد حسن.
وساكن فين بقى يا استاذ حسن ده؟ وهيدفع لك مهر كام؟ وهيعمل لك فرح فين؟ بصي يا ماما بصراحه كده هو ما عندوش شقه دلوقتي، وانا وهو اتفقنا ان تكاليف الفرح دي ملهاش لازمه. انت هتجلطيني؟ يعني انت سبتي العرسان دول كلهم وجايه تجيبي لي واحد شحات ما حلتوش اللضا؟ والله العظيم ده راجل محترم جدا جدا. بس محترم ايه وزفت ايه اللي انت بتتكلمي عليه؟ مفيش جوازه هتتم غير بموافقتي انا، مفهوم؟ يا ماما بس حاولي تفهميني. مش عايزه ولا نفس، كفايه. مساء الخير، اسمحي لي اقدم لك نفسي هنا. انا اسمي مراد حسن، عندي 30 سنه وبشتغل مدير مشاريع. بغض النظر عن الشويتين اللي انت قلتهم اللي ما يفرقوش معايا، انا عايزه اعرفك حاجه واحده بس، دي مش وكاله من غير بواب. الجوازه دي مش هتتم غير بشروطي انا. بص حضرتك، انا عارف ان احنا اتجوزنا بسرعه قوي من غير ما نجهز لاي حاجه ومن غير ما نقول لاي حد، لكن صدقيني بجد انا عاوزها وانا هشيل مسؤوليه كل حاجه. حيلك انت فاتح صدرك قوي كده، مسؤوليه ايه وتعيشها مرتاحه ايه؟ هو انت مش واخد بالك ومش مدرك ان انت ما حلتكش شقه تلمكوا؟ عايزني بقى اطمن ان انت تاخد بنتي وترتاح معاك؟ بص حضرتك، انا مستعد ادي كل فلوسي لنور لو ده هيخلي حضرتك مطمنه ومرتاحه، واوعدك ان انا هعمل كل اللي اقدر عليه علشان اعيشها عيشه مرتاحه. احنا خلاص قررنا يا ماما، بليز وافقي. ماشي يا نور، ماشي. انا اتجوزت. ايه؟ جواز ايه اللي انت بتقولي عليه؟ انت اتجننتي؟ حليناها يا باشا، اشترينا البيت واتكتب باسمك وكله 100 فل و10. تمام يا بدر. اقعد عايز تقول ايه؟ بصراحه يا باشا انا عايز اسالك على حاجه بس محرج شويه. يعني حضرتك بسم الله ما شاء الله عليك غني ومقتدر ومعاك فلوس كتير، ليه اشتريت البيت المحندق ده؟ اقول لك على حاجه، احنا ممكن نشتري الكومباوند كله ونسترزق منه ونعمل عليه احلى مشاريع. احنا ممكن نعمل في الكومباوند ده حاجه في دماغي كده. انا اشتريت البيت ده علشان اتجوزت يا بدر. ايه؟ ايوه، البيت ده عشان انا ومراتي فاطمه يا باشا. طيب بما ان شكلك رايق كده وفاضي علشان تسأل، يا ريت تخلص بقى عرض الشراء ده النهارده وبسرعه. حاضر يا باشا. تمام، حاضر. ويلا بقى علشان ما نتاخرش. اتفضل يا باشا. انا اتجوزت. ايه؟ جواز ايه اللي انت بتقولي عليه؟ انت اتجننتي؟ اتجوزتي مين وازاي؟ وتعرفتوا على بعض امتى؟ تعالي هنا بصيلي، تعرفتوا على بعض امتى وازاي؟ احنا نزلنا بلايند ديت والموضوع جه فجأة؟ طب مصاريف البيت والغاز والكهرباء؟ عادي بقى يا ليلى، مش حوار. وريني. ايه؟ لسعتي خلاص. يا ربي حررتك 1000 يا عيني. انا عايزه افهم حاجه، هو هيتجوزني عياقه؟ احنا هنشتغل مع بعض ونقسم مصاريفنا النص بالنص، عادي الدنيا هتمشي يعني. بصي اهو براحتك، بلاش يا ستي مصاريف البيت. لما تتنيلوا وتخلفوا عيل صغير قد كده برضه هتشيلوا معاه مصاريف النص بالنص؟ ده ينفع يعني؟ لا اكيد انا اللي هشيل مصاريف البيبي كلها. وبعدين مين قال ان انا هقسم مصاريف البيت مع نور؟ بصي انا عارف ومقدر انك بتحاولي تساعدي وكل حاجه، لكن صدقيني مش هينفع. شكله راجل قوي قوي يعني عشان كده اتجوزت بسرعه. يا ولا ايه طب يلا نمشي، احنا اشوفك تاني يا موزه. ماشي، باي باي. ها ايه رايك؟ في ايه؟ انا عايش هنا، اقصد يعني هنعيش هنا، ده بيتنا الجديد. في حاجه ولا ايه؟ صباح الفل يا حبيبي، ده كومباوند الناس بتوع ايجيبت، احنا من مصر عادي. هو انت مين؟ هو انت مين؟ يعني اكيد العيشه هنا غاليه ومش هنقدر عليها فعلا زي ما بتقولي،
بس يعني بما انها يعني شقه صغيره وايجار جديد يعني فممكن. ماشي، لو كده ماشي تمام. بس انا برضو مش عايزاك تضغط نفسك للدرجه دي. لو على ماما انا هقنعها. حبيبتي ربنا يخليكي ليا وكل حاجه يعني، بس بما اننا اتجوزنا خلاص فاحنا اكيد محتاجين نعيش مع بعض، يعني محتاجين ناكل نشرب ننام. ننام؟ ننام ايه؟ ما تحترم نفسك. ايه يا ستي في ايه وانا قلت ايه؟ امال متجوزين ايه ونيله ايه يعني؟ طب بقول لك ايه رايك نشوف بيتنا الجديد؟ ان شاء الله هنشوفه. انا بس لازم اتحرك دلوقتي عشان ماما مستنياني في مكان قريب من هنا. امم وبعدين برضو ماما لو قابلتك هتقعد ترمي كلام زي الدبش. هو في ايه؟ ايه لا مفيش، اصل رقبتي وجعتني شويه، كنت نايم غلط عليها امبارح يعني. لا سلامتك. امم طيب انا هتحرك بقى عشان ما اتاخرش، ماشي؟ يا ريت. يا ريت. ايه اقصد يعني انت المفروض مش بتقولي مامتك قريبه من هنا وعايزه تلحقيها وعايزه تشوفيها وبتاع؟ فيلا ماشي طيب اوكي، ماشي. تعالي بصي الخروج بوابه الخروج قريبه من هنا. اطلعي طب انا السلم ده كنت وشوفي. همشي من هنا. لا لا هنا في بوابه حلوه، بوابه حلوه كده كبيره. بابا تخشي حلوه منها. كبيره. خلي بالك من نفسك. ماشي. مجنون ده ولا ايه؟ اتفضل يا باشا. باشا ايه ونيلة ايه يا عم؟ تودينا في داهيه الله يخرب بيتك.